تعبتي من وقفة المطبخ، تعبتي من كل يوم واقفة تعملي أكلة شكل. النهاردة بقى قلت وحبيت ان انتوا تشاركوني احلى الاكلات. النهاردة انا عملت اكلة بصراحة خفيفة جدا وجبتها من بره، يعني ولا عملت اكل ولا سويت. قلت يلا يوم فري كده، يوم راحة. نزلت على طول الماركت ولقيت عنده السردين الحلو ده. عايزة اقول لكم ان انا من عشاق السردين، ولقيت عنده الماكريل برضو محفوظ في علب. قلت هي تجربة، انا على فكرة بجرب التجربة دي من وقت للتاني، بس يعني على فترات. مش معقول كل يوم هنفضل ان احنا يطلع عينينا في وقفة المطبخ ده. هنا انا جبته بين الغدا والعشاء كده، قلت ان انا اعمله لهم، وجبت فعلا كام علبة منهم. بالاضافة ان انا جبت كام علبة تونة كمان. بس بصراحة انا من عشاق السردين بالشكل اللي انتوا شايفينه، بيبقى جاهز كده في العلبة، وبصراحة بيبقى سهل. يا دوب حطيته في طبق وقطعت جنبيه الخيار والطماطم والبصل طبعا، وهنبتدي بقى مع بعض ان احنا نصفي الزيت. انا عايزه اقول لكم ان انا كميه الزيت طبعا اللي فيه دي علشان خاطر ان هي الماده الحافظه بتاعته، فانا بحاول ان انا اقلل بقدر الامكان، ان انا اقلل منها عشان خاطر طبعا اكيد كلنا عارفين ان الزيوت بتبقى غلط. ما تنسيش عمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد يشاهد الفيديو ده. يا جماعه احنا كلنا اكيد زهقنا من وقفة المطبخ، فبالتالي طبعا بنحب نجيب اكلات. اي نعم طبعا هي الحاجات دي برضو المحفوظة مش بتكون مفيدة قوي، بس يعني اما يكون مرة كده مش مشكلة عادي، يعني هو برضو نوع من انواع الاسماك. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا قطعت العيش بالشكل الجميل ده، وعصرت عليه الليمون، وحطيت شوية خل صغيرين علشان خاطر المذاق بتاعه وطعمه يكون جامد جدا. وقطعت جنبيه الخيار الجامد ده والطماطم وفلفل حار بالشكل ده. واكلتنا النهارده جاهزه كده وجميله. ونصلي على النبي كده يا جماعه في الكومنتات علشان خاطر دايما تشجعوني ان انزل لكم فيديوهات تكون بتعجبكم. وما تنسوش عمل لايك وشير للصفحه يا جماعه علشان خاطر يوصل لاكبر عدد يقدر يشاهد الفيديوهات اللي على الصفحه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت شويه خل صغيرين، وطبعا حبه زيت صغيرين من عندي حطيتهم عليه. وهنبتدي بقى العشوة الجميلة، احنا هنعتبرها بين الغدا والعشاء. انا مش عارفة بصراحة، يعني تشوفوا انتوا بقى هتحسبوها ايه. اللي بيحب الاكلة دي زي يقولي. طبعا انا عن نفسي من عشاق اي نوع من انواع الاسماك، اذا كانت محفوظة او اذا كانت في البيت او اي حاجة من انواع الاسماك. انا عن نفسي الحمد لله هي كل نعمة ربنا حلوة اكيد طبعا، بس انا من عشاق الاسماك. اكلتنا النهاردة سهلة وبسيطة ومغذية في نفس الوقت، ومن وقت للتاني او بنريح شوية من وقفة المطبخ. اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم، وعرفوني وقولولي بتتابعوني من اي بلد. يسعدني كومنتاتكم على طول اللي انتوا بتكتبوها لي، وانا سعيدة جدا من كل اللي بيتابعني من مصر ومن خارج مصر. طبعا البصل الجميل كده جنبيه انا قطعته، لو عايزة كمان الاجمل ان انت تقطعيه في شوية خل وشوية شطة وهيبقى جامد جدا. وعايزه اقول لكم ان البصل لما بتقطعوه في شويه خل وشويه شطه وتسيبيه شويه بيمتزج منه كمان وبيشرب منه وبيبقى تحفه. سلام.